السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هوريكم أنا هوكل العجل ايه والخلطة اللي أنا هعملها له. الخلطة دي متغيرة عن الخلطة الشهر اللي فات، وهقول لكم ليه. اللي أنا مفضياه ده ردة هفضي عليها دلوقتي ناعمة خالص، ذرة صفرة ناعمة خالص كده. فضينا 50 ردة، 50 ذرة ناعمة، ذرة صفرة ناعمة، وده 50 كسر فول. 50 ردة، 50 ذرة صفرة ناعمة، 50 كسر فول. جنين الذرة 10 كيلو. 50 ردة، 50 دشيشة صفرة ناعمة، 50 كسر فول، 10 جنين الذرة. وده كيس ملح كبير على الخلطة دي. الخلطة دي كلها حطينا كيس ملح كبير. ليه الملح؟ علشان العجل بعد ما ياكل يشرب مية كتير والاكل يفنش في بطنه ويستفيد بيه. ونرجع لكم تاني كده بعد ما قلبناهم كويس قوي في بعض عشان كله يخش في بعضه. وهنعبيهم. ليه المره دي خش ناعمه عن المره اللي فاتت؟ المره اللي فاتت كنت حاطه في الخلطه قمح عشان هو صغير، كان صغير، فكنت حاطه فيها قمح. بس خلاص المره دي كده مش هحط له قمح عشان هو خلاص كده كبر. وكنت حطيت له المره اللي فاتت، جربت احط له اللي هو الذره اللي هو الجيض البلدي خشن زي ما هو، فهو كان بينزله في الحمام بتاعه. فالمره دي كله ناعم، يعني المره دي ذره برضو بس ناعمه، كسر فول بس انعم شويه. فالخلطه بالصلاه على النبي المره دي ناعمه ان شاء الله. ادعوا لاختكم ان شاء الله تبقى بفايده وربنا يكرمني فيه. وما تنسوش اختكم في لايك واشتراك في القناه. شكرا جدا والسلام عليكم.